اتعرف على حضرتك الاول؟ المهندس محمد علي ومدير منطقه اسماعيليه. اهلا بيك يا فندم. ايه موضوع المشكله بتاعت شارع العلقمه والدهليه والله المشكله دي كل سنه بتحصل. ليه؟ لانه الشبكات اللي موجوده في المنطقه مش متحمله ضغط رمضان، لان كل الناس بتستخدم الميه تقريبا في وقت واحد. خدت بالك حضرتك؟ دي مشكله متكرره في شهر رمضان. فاحنا ان شاء الله بنحاول نعمل احلال وتجديد للشبكات وبنرفع كفاءتها. خدت بالك؟ علاوه على ان محطه بورسعيد ان شاء الله هنحاول نعيد تشغيلها من جديد اللي هي المحطه القديمه. في الحاله دي هنقدر نوزع الشبكات بتاعتنا، جزء على المحطه الجديده جزء على المحطه القديمه ان شاء الله. يعني في محطه جديده هتعمل؟ في محطه كانت قديمه هنعيد تشغيلها من جديد ان شاء الله. طب والمكان اللي هو هنا هو اللي اتبنى فيه البوسطه وراه المكان اللي المفروض ان هو مخصص انه يتعمل محطه جديده. دي المحطه دي هتعمل محطه تساعد على مع محطه هتتعمل يعني لسه ولا ده قدامها ايه؟ ده حل مؤقت يعني التمويل موجود ولا ان شاء الله موجود وهنبدا فيها ان شاء الله بعد رمضان. يعني مفيش معوقات في انها تبتدي؟ لا ان شاء الله سياده المحافظ مخصص لنا حته ارض وان شاء الله هنستغلها في عمل بياره عشان نضخها على المطافي، يعني تبقى حل مؤقت لغايه ان شاء الله ما نعمل محطه بورسعيد القديمه نعيد تشغيلها باذن الله. دي هيجيب لها مكن جديد؟ طبعا مكن رفع جديد يعني. هتيجي غواص جديده وتشتغل فيها ان شاء الله. طب وبالنسبه للميه اللي داخله بيوت الناس دلوقتي دي ايه حلها؟ احنا كل ليله بنحاول نشتغل باقصى ما يمكن، حتى الغطسه اللي كنا حاطينها النهار من كام يوم كده عشان تخفف الضغط غيرناها النهارده بغطسه قدرتها اكبر عشان تساعدنا ان شاء الله في ازاحه الميه دي. في امل ان الميه دي تنشف يعني؟ والله هو مع الايام الاخيره في شهر رمضان بيزيد الاستهلاك بتاع الميه اكتر، لان الناس بتغسل سجاير وبتغسل ستاير وبتغسل يعني هيبقى في مشكله اكتر من كده؟ ربنا يسهل ربنا يستر. يعني مفيش حل خالص ان الميه اللي هناك دي ترفع؟ والله شغالين بكام عربيه شفط؟ 4 عربيات والله. علاوه في على حضرتك عربيه الانقاذ دي بتاعت السيول، خدت بالك؟ علاوه على في غطستين بيضخوا تاني في محطه المطاف. طب يعني الامكانيات مش مكفيه؟ لا مش موضوع امكانيات، الموضوع دلوقتي انه الشبكات الموجوده من فتره قديمه يا دوبك مستوعبه جزء من الميه مش كلها. خدت بالك؟ فاحنا بنساعد الشبكات دي لغايه ما تعمل لها حلول وتجديد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. تحت امرك.